بعد ما اتقفل باب تنسيق المراحل الأولى والتانية من التنسيق في الجامعات الحكومية، حابين نوصل رسالة لإخواتنا اللي كانوا في الثانوية العامة وما كانش ليهم نصيب يدخلوا الكليات اللي حابينها، أو حتى كانوا من طلاب الدور التاني. بلاش تتحاملوا على نفسكم وبلاش الإحساس بالذنب، انتوا حاولتوا وأكيد ربنا شايل لكم حاجة أفضل. وبعدين الثانوية العامة مش نهاية المطاف، لسه العمر قدامكم والفرص جاية كتير، وقادرين تنجحوا في حاجات تانية وتكسروا الدنيا كمان. وعلى فكرة في نجوم كتير ومشاهير ما كانش النجاح نصيبهم في الثانوية العامة بس قدروا ينجحوا في مجالات تانية، زي مثلا العالم الكبير فاروق الباز اللي ما توفقش في ان مجموعه يدخله كلية طب، وده أثر في نفسيته جدا لأن كلية الطب بالنسبة له كانت حلم بس فشل في تحقيقه، واضطر لدخول كلية العلوم واجتهد فيها لحد ما ربنا وفقه وبقى الدكتور العالمي فاروق الباز اللي اسمه وصل لوكالة ناسا. وده اللي أكده العالم الكبير في حوار صحفي لما اتسأل عن فشله في دخول كلية الطب، وكان رده المجموع في الثانوية العامة مش شرط لتحقيق النجاح في الحياة، لأن نجاح الإنسان يتوقف على ثقته في نفسه وقدرته على جمع المعلومات، ومش بالكلية اللي بيلتحق بيها أو بالمجموع اللي بيحصل عليه في الثانوية العامة. كمان اللاعب العالمي محمد صلاح اللي كانت نشأته في ظروف مادية صعبة، وده اللي اضطره يتخلى عن حلم الجامعة وبدأ في مسيرته الكروية في نادي المقاولين العرب وما يقاسش، مع إنه كمان برغم مهاراته العالية إلا إنه اترفض من اختبارات نادي الزمالك، وطبعا النتيجة الطبيعية إنه يقعد في بيتهم، بس هو رفض الاستسلام وكمل، وكان كل أمل وثقة في ربنا سبحانه وتعالى إنه هيجازيه لحد ما بقى دلوقتي واحد من أهم وأغلى وأمهر لاعبين العالم والدوري الإنجليزي بالأخص. كمان عندنا الأديب عباس العقاد اللي كانت طفولته قاسية جدا نظرا للظروف المادية الصعبة اللي ما سمحتش ليه يكمل تعليمه بعد الشهادة الابتدائية، بس برضه هو ثقف نفسه عن طريق قراية الكتب لحد ما بقى واحد من أهم الكتاب في مصر. كمان في مشاهير كتير فشلوا في الثانوية العامة بس أصبحوا نجوم في التمثيل والغنى، زي مثلا أحمد حلمي وأمير كرارة وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وأم كلثوم ومحمد هنيدي. وبالنسبة لمجال البيزنس في قصص نجاح كتير قوي لرجال أعمال ما توفقوش في الثانوية العامة بس نجحوا في عمل بيزنس خاص بيهم، زي مثلا شهبندر التجار، وده لقب أطلق على رجل الأعمال أحمد الوكيل، واللي شغل منصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية للإسكندرية، ونائب أول لرئيس اتحاد الغرف الأفريقية، ورئيس مجلس إدارة شركة ويكاليكس للصناعة والتجارة والتنمية، وشركة سنابل لمضارب الأرز. كان مجموعه في الثانوية العامة 46%. وكمان رجل الأعمال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، واللي كان مجموعه 68% في الثانوية العامة. كل دي قصص نجاح لناس قدروا يتخطوا عقبة وقوعهم في الثانوية العامة وقدروا يكملوا بالرغم من ان الظروف المحيطة بيهم ما كانتش مساعداهم، واكيد في نماذج كتير تانية ومشرفة قدروا ينجحوا في حياتهم بالرغم من عواقب كتير قابلتهم بس ما وصلوش للشهرة اللي تخلينا نعرفهم ونتكلم عنهم. وما تنسوش تعملوا لايك وفولو للصفحة وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وهستنى تعليقاتكم في الكومنتات.